تحقيق شمل الذين تلقوا المبالغ والوسطاء والمتورطين فيها. يبقى القضاء مختص حينما تعرض النتائج وكل شخص يثبت تورطه فهو يسائل طبقا للقانون. لا أقول لا سلطة ولا فلان. أنا تمنيت أو قلت فيه 3 فئات، أعيد وأكرر. الناس اعترفوا على محاضر رسمية، هذا كلام أقوله بكل موضوعية، وصرحوا أنهم تلقوا مبالغ محددة القيمة مقابل توقيع لتزكية مرشح معين. الذي توسط للحصول على هذا يعاقبه القانون، والذي استفاد يعاقبه القانون، والذي كان سببا في الحصول على هذه الورقة وهو يعلم بذلك متى ثبت تورطه سيعاقب لا محالة، كل حسب موقعه ومهما كانت منزلته. القانون يطبق بسواسية، يطبق بحذافيره دون مراعاة طبعا أي خروج أو مراعاة أي ظرف لصالح فلان أو فلان. القواعد صارمة.